الرئيس مبارك في يوم الصبح كان بيقرا الجورنال، شاف خبر خلاه مش على بعض. الخبر كان بعنوان سرقة ونش المترو بميدان التحرير. اتصل فورا على وزير الداخلية وسأله: هو ايه الونش اللي اتسرق ده يا معالي الوزير؟ ازاي ونش يتسرق بحجمه ده وكمان من ميدان التحرير؟ وزير الداخلية لسه هيتكلم، قال له مش عاوز رغي كتير، تقرير كامل يجيلي عن القصة دي. والموضوع بقى ترند على لسان الناس، والجرايد ما بتسكتش زي ما انت فاهم. ابحث عن الونش، ابحث عن الونش، والحكومة قلبت الدنيا على الونش ومش لاقيينه برضه. زي ما يكون الأرض انشقت وبلعته. بعدها على طول حصل الزلزال، واحتاجنا معدات من بره عشان ترفع أنقاض المباني اللي وقعت، ودول كتير ساعدت. ومن ضمن المساعدات اللي وصلت معدات تقيلة لرفع الأنقاض بعتتها شركة شحن عالمية، وكان المسؤول في مينا اسكندرية عن استلام الشحنة دي مهندس شاب، وصدفة كان شغال في إنشاءات المترو وقت سرقة الونش. المهندس استلم ورق الشحنة، وكان مكتوب في الورق ان دي اول مرة نتعامل مع مينا اسكندرية، يعني اول مرة تبعت شحنة لاسكندرية. بس اسم شركة الشحن ما كانش غريب على المهندس، وحس انه سمعه قبل كده. كان شاك وحابب يراجع في الأوراق القديمة، واكتشف فعلا المفاجأة. لقى إن الشركة اللي بعتت المعدات هي نفس الشركة اللي بعتت الونش المسروق لمصر. المهندس دماغه لفت، ازاي أول مرة تعامل ومنين بعتت الونش اللي اتسرق؟ حب يتأكد، اتصل بشركة الشحن الأجنبية وسألهم، وردوا عليه وقالوا أيوة أول مرة نتعامل مع مينا في مصر. المهندس حس ان في حاجة غلط برضه، اتصل بالشركة اللي صنعت الونش المسروق. رد مسؤول الشركة انهم ما بعتوش ونش لمصر اصلا، وبالفعل كان في مفاوضات بس الصفقة ما تمتش. وهنا اكتشف المهندس اغرب قضية فساد حصلت في تاريخ مصر. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الونش المسروق ده اشتروه على ورق، واتشحن على ورق، ووصل مينا اسكندرية على ورق، واتحمل على عربية نقل مخصوص على ورق، ووصل موقع المترو على الورق، واشتغل مدة في الموقع على الورق برضه، وتعين سواق ومدرب محترفين للونش وبرضه على الورق. وزود عليهم كمان ان الونش كان بيتعمل له صيانة ويشتروا قطع غيار برضه على الورق. الرئيس مبارك كان وصل له التقرير من الأجهزة الأمنية بيقول ان ما كانش فيه ونش اصلا، لا دخل المينا ولا اتسرق، والموضوع كله سرقة في الدفاتر. واللي عمل كده شوية موظفين في الجمارك والمينا. الرجالة دي عملت ورق بشراء الونش، وخدوا حوالي 2 مليون جنيه عشان يشتروه، وبعد فترة وزعوا الفلوس على بعض. ولما جت صدفة مأمورية متابعة وبتسأل على الونش، طلعوا بحكاية ان الونش اتسرق. يا جدع، المصريين دول دماغهم سم فعلا زي ما بيقولوا.